يا راكب كله يسامحنا، كله يسامحنا. راشد كله يسامحنا، وانا مستعد اعيش خادم تحت رجله. راكب الله يحفظك يا عم ادهم. سلم علي. لا والله اخر مره. باري قول أنا أذنك أخوي. تفضل تفضل يا فندم. هذه نتائج بصمات السيارة المسروقة من المعمل الجنائي. سلامات ايش فيها يا فندم؟ العصابة مسحت كل البصمات، الهرباسنة والملقى يوم. بس هذا الموضوع لو طول بيأثر على الكل. صح. خلاص روح شوف شغلك. طيب صاحب السيارة موجود خارج. خليه يدخل. حاضر. ليش فعلت هكذا يا عرج؟ لأنني عرج أو نسيت من كان زمن عصام يا ضاري. أكيد هذا الاسم حديثة. ما كان حد منكم كان يقدر يتجرأ ويرفع عينه في عيني. ماضي وراح. لا الماضي ما راح، الماضي ما راح يا ضاري، وحقي لازم أخذ منه. دافعت عنه وأخلصت له، وكانت إصابتي بسببه، وفي الأخير يخليني خادم له ولرجاله. ما كفاه يسرق إخلاصي وشبابي معه، لا حتى سرق اسمي مني وسماني الأعرج. في هذا عندك حق. إذا كنت أتسلمها الجوال وتفضحني عندها علشان ترجع مكانتك الأولى، عادي، أنا ميت من زمان. هذا فرصة العمر، ما بيش داعي ترحم يا عصام. أنت قلتها بنفسك، البلس ما يدي إلا بلس. والله مهزلة، يعني ما قدرتوش تمسكوا السرق، رجعتوا تحققوا معي، وما قال لك السارق وما قلت له. ايش الكلام هذا؟ لا ترفعش صوتك. الا ارفع صوتي. سيارتي مسروقة، مكسرة، مخزقة، تلفوني مسروق، وتقول لي لا ترفع صوتك؟ يعني شو تقيدوا حرية الناس؟ توفيق تعال على مكتبي بسرعة. ايوه هكذا، احفظك الامور يا فندم. تعرف يا عرج، أقصد يا عصام، الذل والقهر الذي حسيت فيني يوم لبسني أتهم الحجاب أقوى بكثير من القهر الذي فيك بمليون مرة. تعرف ليش؟ لأن الإنسان ممكن يتحمل جبال من المشاكل، من المصايب، بس ما يقدرش يتحمل الحجر الصغير من شماتة الأعداء. أنا تمنيت لو أدهم قتلني، ولا إني أشوف نظرة راشد وبيستمتع بإذلالي وأنا مش قادر أدافع عن نفسي. اسمع يا عصام، الكل لازم يدفع الثمن، وأولهم راشد وأدهم. كيف؟ أنا بقول لك كيف. أخوي تفضل. أي أوامر يا فندم؟ خذ لنا الحجز على ذمة التحقيق لما يعترف بشركاء أفراد العصابة. حاضر. تحرك. لحظة، قصدك يا فندم ان انا اشرب سيارتي؟ والله احتمال وارد، يمكن تكون هذه خطة علشان ما حد يشك فيك.
ولا ليش اختاروا سيارتك بالذات؟ تفضل. لحظة أنا شو أقول لك كل حاجة، شو أقول لك ما قال. يا فندم أنا اتصلت بالسائق جاوبني، قلت له حرام عليكم، كله حلال. قال إذا سيارتك حلال حترجع لك. اتصلت مرة ثانية وهي مغلقة. الآن تقدر تروح. أما بالنسبة لسيارتك ادي لنا أمر إطلاق من النيابة واستلمها. تقدر تتفضل. تراقب أدهم راشد، بس انتبه يشكوا فيك، لأنه مصيري ومصيرك واحد، والتصوير استمر فيه، بس حاول إنك ما تظهرنيش بقدر الإمكان. طيب وبعدين؟ بعدين خلي الباقي علي. عاهدني عهد الله، ما حد يخون الثاني. أعاهدك عهد الله إنه ما حد يخون الثاني. كل المعلومات حصلنا عليها. طبعا بفضل لي أنا. تحكي الكاميرات عليك أنت يا عزيز. على طول. طبعا بفضل لي أنا. يا فضلي. ايش امال ايش عاد عملت موضوع الدكان؟ أنا ما يتكلمش عربي. والله لك طاير الشنب زلطي قال لك ما يسمع عربي. كذا المحل ما شاء الله جاهز. شغال جرعة. طيب ايش نفعل؟ طيب ايش نفعل زيارة عشان اطمن واعرف شلون بتصير فلوسي؟ ما يقلقش. والله ما يقلقش. الذي بيتكلموا كلام جانبي ما بيجتاعي له، الذي معه اقتراح يدي له أنا للجميع. بس أنا عشت الشخصية صدق. الله يا فوزي، قلت لك بسرعة لقوها، قلت لي نيتي، قلت لك طلعت نيتك وسخة وسيارتك منخولة نخ، حتى تلفونك طار. وحجز مجاني لمدة 24 ساعة. يعني مسروق ويشتي يحبسوني. أنا ما أعرف شبابة هذا طبب فيني خطة غلط. على فكرة أدهم اتصل. ماشي رد عنده. لا فينا نورد فلوسه. وأنت هتوردها؟ أكيد، لأنه لو ما وردتهاش هو حيوردنا للآخرة. يا مدير الشركة باسمك، وإذا اكتشفوا أنت الوحيد اللي هتوجه، وقتها أدهم حينكر كل حاجة. بطل الوسوسة يا فوزي، واحمد الله على النعمة اللي احنا فيها. لا ما قلنا يا مدير، الحمد لله ما قلنا حاجة، لكن بصراحة أمانة إنها فرصة ما تتعوض. وعرف مني خطة نسرق أدهم وهو متعاطف معنا. خطة؟ كيف يعني؟ أنا أقول لك كيف. كلمي أبي قولي أنا محتاج مصاريف، احرجيه بأسلوبش. ما رضيش يقول عليها الأكل والشرب بس والباقي عليك. عليك يا ربي عليك، توفيق لا يجنن. تدبر الفلوس من الجن، اشتيت خارج من ديون النسوان. تمام تمام تمام، الله كريم، ما حيلة من خير. المهم لا تنسى. مع السلامة. مع السلامة. توفيق مالك مطنن؟ أهلا فندم هاني. مالك يا توفيق ايش في؟ خليها على ربك، الظروف شوية صعبة لكن الحمد لله على كل حال. ربك كريم يا توفيق، ومهما ضاقت لابد ما تفرق. الحمد لله. ولو ما صبرت؟ كيف ما تصبرش وأنا اللي مخطط لكل حاجة. طيب افرض ان النصابين هؤلاء اللي قلت عليهم اخذوا الفلوس. أيوه. مثل ما قلت لي انت، انا بضرب عليهم بمسدس فيشنج، يضربوني انا وانت ويطيروا. وبعدها يا فوزي واحد مثل أدهم خطير وبروفيسور في النصب، لما يشوف جهاز التسجيل اللي قلت عليه اكيد بيشك انها لعبه. مدير ركز معي شوي. السرق